بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدني ويشرفني ان احنا نكون جريدة مندسي اليوم في ضيافة المهندس احمد الشربيني رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين. حقيقة طبعا احنا كصحفيين وكسياسيين يهمنا في المقام الاول ان احنا نلقي الضوء على الجنود اللي موجودين بيشتغلوا في محافظة الدقهلية. طبعا احنا شايفين في تطوير في محافظة الدقهلية، وما ننكرش ايه اللي بيحصل في المحافظة من اول قيادة المحافظة بقيادة اللواء عمر الشواتفي الى اصغر عامل. طبعا في حاجات بتحصل في تطوير في محافظة الدقهلية. يسعدنا ويشرفنا طبعا ان احنا نلقي الضوء النهارده على رئيس مجلس مدينة السنبلاوين بعد اللي احنا شفناه واللي حسوا واللي شعروا المواطن في السنبلاوين. هناك بعض المعوقات وهناك بعض المشاكل، لكن على الصعيد العام هناك تطوير وهناك نظرة مستقبلية لوضع السنبلاوين نسمعها من المهندس أحمد الشربيني. مهندس أحمد الشربيني، أهلا وسهلا بسعادتك في ضيافة جريدة مندسي اليوم وفي ضيافتنا وفي ضيافة سعادتك في المكتب. اهلا بسعادتك. اهلا بيك، شرفت بلقائكم وسعيد بوجودكم معايا على ارض السنبلاوين. اهل السنبلاوين الناس المحترمين الذين اكيد لهم كل حب واحترام وتقدير. احمد بيه، احنا عايزين نبدا من البدايه ونقول ونعرف الناس المهندس احمد الشربيني. احنا نعرفك من ايام سعادتك كتسلسل او تسلسل وظيفي. سعادتك كنت نائب رئيس مدينه بني عبيد سابقا، صح كده؟ تمام. واعتليت كرسي رئاسه مجلس مدينه السنبلاوين، ونحن نعترف ان مدينه السنبلاوين مدينه المليون مشكله. واعتقد ان احنا من ابناء مدينه السنبلاوين سابقين قبل ما نكون جريده منديس تبقى تميل أمديد أو تنفصل تميل أمديد عن مجلس مدينة السنبلاوين. بس احنا بنعترف ونقول إن مدينة السنبلاوين مدينة ملايين المشاكل حقيقة. واللي التطوير اللي احنا شفناه على أرض مدينة السنبلاوين من يعني إزالات، ودي خطة دولة، ومن تطوير ومن مباني ومن حاجات ظهرت في عصر المهندس احمد الشربيني وفي عصر بسيط. فحقيقة مش تجميل لسعادتك او تجميل للصورة، لا، احنا بنقول ان المواطن في السنبلاوين شعر ان في رئيس مجلس مدينة موجود على ارض الواقع. شفناك في كل حاجة، شفناك في زلات، شفناك في تعديات، شفناك في كذا وشفناك في كذا. وصل ان احنا طورنا مدينة السنبلاوين. سعادتك عملت فيها ايه علشان تبقى يعني شكلها كويس بالمنظر اللي احنا شفناه؟ طبعا انا الحمد لله منذ وضع قدمي على ارض السنبلاوين من حوالي 6 شهور ونص. تمام. وتوجيهات بفضل توجيهات معالي السيد الوزير المحافظ نقوم بتنفيذ توجيهات وتعليمات معالي الوزير في تنفيذ خطة الدولة والتمشي مع سياسة الدولة. النهارده لو جيت تبص ما عادش عندي حالة إزالة واحدة جديدة. أنا بعمل حالات إزالة يوميا من المراحل السابقة منذ الانفلات الأمني ثورة 25 يناير. الناس اللي كانت بدأت تبني وكانت ظروف الانفلات الأخلاقي، النهارده لما شافوا بنهد بيوت مسلح وبنكسر أعمدة، هنا المواطن رضخ وعرف إن حاجة تعدي هيقوم به هيزال. عودة هيبة الدولة وعودة هيبة الدولة. لذلك المواطن السنبلاويني عبد يراجع نفسه بالمرة. ما عادش عندي بقالي شهر التعدي صفر، حالات التعدي اليومي صفر، ولكن أقوم بإزالة التعديات من مراحل السابقة. يعني في شهر يونيو تم إزالة حوالي 365 حالة على 33 فدان. اجى بعد منها شهر رمضان لظروف الحر وظروف الجو وبرضه الوضع الامني خفت شويه، ولكن اما بنطلع ازالات معلش بناخد ما عنديش لا خيار ولا فقوس بالمعنى الدارج بتاعنا، سواسيه.
كاسنان المشط. تمام. هنا المواطن بيحس براحه، ما بيحسش ان خد ده وساب ده. فاحنا سياستنا ان الناس كلها سواسيه امام القانون، واحنا جايين بننفذ القانون لما فيه الصالح العام للدوله. تمام. منذ تعليمات معالي الوزير المحافظ ومعالي السيد اللواء احمد التكاوي مساعد السكرتير العام للمحافظه، الاستاذه الفاضله مساعد السكرتير العام مساعد، الجميع القيادات في المحافظه تعمل في اتجاه واحد وفي مركب واحد، والهدف منه النهوض بمحافظه الدقهليه حيث انها من المحافظات الرائده دائما، ونحافظ على ان تكون هي وتستمر هي المحافظه الرائده المتقدمه على مستوى محافظات مصر، وتنفيذ السياسه العامه للدوله تحت القياده الحكيمه التي تسعى الى ان تنهض بمصر الى الامام. الرئيس السيسي الذي يسعى ويصل الليل بالنهار، ورئيس الحكومه المهندس ابراهيم محلب، والحكومه المحترمه اللي بتسعى دائما الى خدمه المواطن. احنا كلنا النهارده بنحاول ننهض بمصر عشان مصر تقوم من الكبوه اللي كانت فيها، نمد ايدينا. لا، احنا هنبقى دوله متقدمه باذن الله، وهنبقى دوله رائده، ومش هنبص ورانا، هنبص قدامنا دايما في سبيل النهوض بمصر، ودايما تحيا مصر برجالها الشرفاء المحترمين اللي بيخافوا علينا. طيب احنا بالنسبه لمدينه السنبلاوين، استاذ احمد رئيس مجلس مدينه السنبلاوين، السنبلاوين زي ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحديث فيها مشاكل كتير، من صرف، من طرق، من بناء عشوائي، وانت ساعتها قلت مفيش ازالات، مفيش مشاكل او مفيش تعديات جديده. انما القديم احنا بنشيل في القديم. خطه تطوير سعادتك لمدينه السنبلاوين في ان انت من زباله. اتفضل. الحاجات دي كلها خطه المهندس احمد الشربيني لتطوير مدينه السنبلاوين كمدينه. لسه طبعا احنا مش هنتطرق لقرى، انما احنا بنتكلم هو انا طبعا كلمت ساعتك قبل التسجيل وقلت لي ان تم تسليم مقلب الزباله تمام لمصنع المصانع الحربيه، المصنع الحربي، وتم سد المقاول، والمقاول قام بعمل الكسات من 10 ايام، وبيشتغل دلوقتي في الانشائيه، بيعمل البلاطه بتاع مصنع البلاطه الانشائيه، وان شاء الله المصنع ده مقام على 7 أفدنة بحوالي اجمالي انشائي ومعدات في 10 مليون جنيه، سيخدم بسعه 15 طن ساعه تدوير قمامه صلبه وزراعيه، يخدم مركز السنبلاوين وتيمي وبني عبيد. 3 مراكز ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله سترى بعد طبعا السنبلاوين بتعاني من الازدحام السكاني الكبير اللي فيها، وان احنا بننقل زبالتنا خارج المركز، فده بيشكل علينا عبء، ولكن ان شاء الله بعد مصنع التدوير المده سيتم تشغيل المصنع خلال 9 شهور من تسليمه ل 15/8، يعني 15/5 ان شاء الله 2015 سيتم تشغيل المصنع، وسترى السنبلاوين نظيفه خاليه من ورقه عن الارض. يعني ان شاء الله بعد 9 شهور هيتم تشغيل المصنع، 6 انشائي و3 تركيب معدات. يعني احنا في الفتره ديت احنا برضك مفيش زباله. الحمد لله نسعى نعمل العمل عندي 3 فترات، من الساعه 7 صباحا للساعه 1، وبيتم عمل تاني من 1 ل6، ومن 6 ل 12 بالليل. 3 فترات، 3 ورديات، العمل قائم ومستمر، وبتتم المتابعه المستمره مني ومن جميع القيادات اللي موجوده معايا، لان انا اما اقول لك بشتغل لوحدي في السنبلاوين، لا، انا ليا اجهزه معاونه وناس محترمين بيخافوا على بلدهم، واحنا كلنا بنشتغل في قلب رجل واحد. هدفنا مصلحه السنبلاوين والعلو والرقي بمركز السنبلاوين الى الافضل. هذا ما يخص موضوع منظومه القمامه. انما هناك ساعتك معلش يعني مش عايزين نطلع منها. طيب الزباله ديت بتتجمع بتروح فين؟ بنوديها جزء منها ألبشو، والجزء الاخر الى مصنع ابي. تمام. بالنسبه للصرف الصحي، انا جيت ومنذ ان حضرت
اول اسبوع لقيت فيه مشكله في البستان والحوال، صرف صحي، عملوا معايا لقاء في قناه الدلتا. طبعا دي المشكله كانت كل كان بيقل منها، وانا كنت غير راضي لما نزلت شفت الموقف. تعهدت في القناه ان شاء الله في خلال 6 شهور او 7 شهور على اكثر ستنتهي. طبعا الدفع النفقي والفروغه اللي من تحت السكه الحديد وخلاص. المشروع مسند لشركه النصر للاسمنت المسلح، وبيعاونهم دلوقتي شركه عثمان، وباقي 8 متر فقط وسينتهي ربط الحوال والبستان بالمحطه الثالثه، وبذلك تكون انتهت مشكله الصرف الصحي بمنطقه البستان والحوال. عندي تانية المحطه الرابعه اللي هي في حي الازهار. المحطه الرابعه حي الازهار دي بيتم الصرف عليها ما يمثل 30% من السنبلاويه، من السنبلاويه. دلوقتي برضه الشركه بدات تطهر في الخطوط الرئيسيه وتطهر في الابيار العمقها 6 متر ونص، وبتقوم بتسليمها. تم تسليم ابتدائي من الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي الى شركه مياه الشرب والصرف الصحي التأهيلية، والعمل متناسق بين الاثنين، تسليم وتسلم متوازيين، وان شاء الله سيتم تشغيل المحطه في اقرب فرصه وننتهي من مشكله الصرف الصحي في السنبلاويه. ده بالنسبه عموما للصرف الصحي، واعتقد ان المواطن ممكن يشعر في خلال فتره بسيطه ان المشاكل اللي موجوده في الصرف الصحي هتنتهي باذن الله، الله. وعد باذن الله. طيب يعني احنا طيب. خلينا برضو اتفضل. بالنسبه لعندي برضو مشكله السنبلاويه، هي معلش بتلاحظ المره داخل وخارج السنبلاوين اللي بيعبر من السنبلاوين من المنصوره رايح الزقازيق او العكس او متغمر، معلش انا رحمه بالناس ان شاء الله هتخف الوطء الازدحام ده بعد الانتهاء من الطريق الدائري اللي هو خارج السنبلاوين. ده لسه هنتكلم فيه. ده يعني قصته ايه ومشكلته ايه، علشان لان الطريق ده بقاله فتره ان شاء الله ما فيش فيه مشاكل. هو انتهينا من العمل الكوبري الاولاني خلاص، اللي هو على ترعه الزهايره، تمام؟ اللي هو على طريق طريق اجا، وان شاء الله بيعمل طريق الكوبري العلوي دلوقتي موجود على طريق نوب طريف، عشان يبقى هيمر من تحت من طريق كوبري علوي، هيربط متغمر بالزقازيق بمدخل السنبلاوين من خارج المنصوره. يعني خارج خارج السنبلاوين. كان الطريق ده ممكن يبدا يخش. هم بنشتغل في المرحله الثانيه دلوقتي بتاع الكوبري الثاني، في خلال 2 سنين على الاكثر هيكون تم الانتهاء من هذا المشروع كاملا، ومش هتشوف عربيه نقل واحده داخل السنبلاوين، كله هيبقى عن طريق الدائري خارج السنبلاوين، ويطلع على طريق متغمر وطريق كفر الصقر. هو برضه في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها، ان برضه في مشكله على فكره في كوبري بره في الشرقيه، ويمكن ده مخفف الوقت، يمكن ده حظ السنبلاوين برضه يعني، مش طبعا نقول مصاب قوم لا قوم. طيب بالنسبه لمنظومه الصحه، انا برضه كان بالتسجيل انت قلت لي ان انت بنفسك نزلت مستشفى السنبلاوين العام، وهو من اقدم المستشفيات في المنطقه، ويعتبر مدينه السنبلاوين، ويعتبر مركز له ثقل، المراكز الكبيره على مستوى الجمهوريه، ويعتبر طبعا احنا لسه هنتكلم في مشاكل الصنايعيه والمشاكل. احنا عايزين نعمل سنبلاوين جديده زي المنصوره الجديده اللي بيسعى لها السيد محافظ البقاليه والاجهزه التنفيذيه. انت قلت لي مستشفى السنبلاوين، سعادتك دورك ايه كرئيس مجلس مدينه السنبلاوين؟ انت راجل شعله نشاط في مستشفى السنبلاوين، قلت لي قبل التسجيل حاجات، قلت لي سعادتك الحمد لله. انا يمكن زيارت المستشفى السنبلاوين العام عده زيارات مفاجئه، منها يوم شم النسيم. دخلت المستشفى قالوا لي بالاسانسير، قلت لهم اسف انا مش عارف ايه. طلعت عنبر شفت مريض، تاكدت بنفسي من بس انت قلت لي قبل التسجيل ان اخر زياره ليك كانت قريبه. ما هو ده اللي بقول لحضرتك. غسيل الكلوي، الحضانات، المرضى، جميع الاماكن. ده كان في شم النسيم عشان اتاكد من الظروف وتواجد النبطشيه، لان كان يوم اجازه. واشوف طبعا انا اول حاجه بتاكد من وجود النبطشيه من دكاتره وممرضات وممارسه العمل الصحي، حتى اتاكد ان هناك
المواطن المصري بياخد حقه ورعايه صحيه على وجه الاكل. اخر زياره ليا كانت اول امبارح الساعه 11:30 مساء او 12 الا ربع. عملتها زياره مفاجاه لان شفت صوره ارشيفيه ان في كم طفل كده على بطانيه، فقلت معقول ده السنبلاوين؟ طب انا موجود ما ينفعش. بسرعه ركبت العربيه ورحت المستشفى. كنت في المستشفى 12 الا ربع. شفت الدكاتره اللي موجودين، السجل اللي مش موجود في النبطشيه قفلت عليه وطلعت امر على المستشفى قسم سرير مريض. تاكدت طبعا من وجود الدكاتره والممرضات، والعمل هناك كان قائم بصوره منتظمه. وقابلني الدكتور محمد الشيوي وبعض الدكاتره التانيين في الجراحه، حتى صادفني ان هناك كان فيه حادث شاب في موتوسيكل تقريبا من شبوله او حاجه زي كده، قريه من القرى. واتاكدت من الظروف بتاعته الصحيه ان هو برضه اتعمل له الاسعافات الاوليه وما كانش يمكن ان استمراره في المستشفى لانه محتاج غرفه فائقه العنايه، فنقلوه المنصوره.